بذور التخسيس، البذور الاكتر تخسيس على الاطلاق، حاجة كده يعني سحر رهيبة. طبعا اي حاجة للتخسيس بتحتاج معاها كمان رياضة ونظام غذائي كويس. بس هو لوحده يعني بيقفل المعدة وبيخليكي تشبعي فترة كبيرة. بس اهم حاجة بتاخدي الحبوب دي ووراها مية، ضروري ضروري ضروري، عشان تعمل تشبع في المعدة وتعمل انتفاشة كده فيها، فبتقفلها زي ما بتكوني عاملة بالونة او بتعملي تكميم معدة. التكميم ده بيبقوا بيحطوا بالونة، حاجة زي بالونة كده بتنفش في المعدة فبتقلل كمية الأكل. دي نفس النظام كده. البذور دي برضو بتحطي البذور بعد ما بتدوبيها في المية، وانا هوريكي طريقتها ازاي دلوقتي، وبعدين تشربي كمية مية كتير بحيث ان هي تنفش في المعدة زي البالونة، فبتكتفي من كمية الأكل، بتاخدي كميات معقولة أو بسيطة. وساعات والله ما بتاكليش أصلا، بتشربي مية فبتسد معدتك. طول ما بتشربي مية أصلا انت ما بتبقاش محتاجة للأكل قوي يعني. هنبتدي ببذور الكتان، شكلها ولونها وفوائدها وبتستخدم ازاي. اولا بذور الكتان لونها كده بني غامق، قالب على ذهبي كده، وصغيرة جدا، شبه السمسم بس انعم منه يعني شوية، ناعمة كده. بذور الكتان دي لازم تتفرم في الكبة يا جماعة، لان هي ما عليها غلاف كده ناعم، ما بتتهضمش. لازم تتفرم علشان القلب اللي فيها يكون يتفتح، مع الميه بتتهضم بصوره طبيعيه. لكن لو سليمه زي ما هي مش هتتهضم نهائي نهائي، لازم تتفرم. فوائدها هنا، بذور الكتان دي غنية جدا بالألياف وبتشبع بسرعة جدا، فيها أوميجا 3 كويسة جدا للقلب والشعر والبشرة، وبتحسن حركة الأمعاء وبتعالج كمان الإمساك. بتساعد في التخسيس لأنها بتقلل الشهية وبتبطئ يعني الهضم بيكون بصورة كده بسيطة، فبتقلل معاكي الشهية. الاستخدام بتطحن او بتتحط كده على زبادي او سلطة، او تشربيها كده مع مية. بس هو انا هوريكي الخلطة كلها على بعضها، خلطة رهيبة جبارة جميلة جدا جدا، وفوائدها ما اقولكوش يعني عليها. بذور القطونة بقى او الاسبغول او الستانيليوم، اللي بتتنطق كده او بتتقال كده في اماكن مختلفة، لكن هي معروف ان هي اسمها قطونة. هي لونها رمادي فاتح، قلب على بني كده شبه السمسم برضو، بس اخف وارفع. بذور القطونة دي في قلبها فجوة، في قلبها كده فجوة، يعني هي مختلفة شوية عن الكتان، لكن هم اصلا يعني زي ما تقولوا كده ان هم بيدوا نفس الفايدة. مليانة الياف، فوائدها مليانة الياف ذائبة جدا، بتمتص المية وبتعمل جل كده في المعدة، بتشبع جدا. بتساعد على تنظيم حركة الأمعاء وبتعالج القولون العصبي كمان، كويسة جدا لتنظيم السكر والضغط. للتخسيس بقى بتمنع الجوع وبتدي إحساس بالشبع وقت طويل جدا. بناخد برضو معلقة صغيرة على كوباية مية بتتشرب مباشرة علشان ما تتحولش لعجينة. لكن هنا يا جماعة انا بقول لكم كل حاجة بتشرب ازاي واستخداماتها لوحدها ازاي، لكن انا هحط الكميات دي كلها على بعضها دلوقتي وهنشوف. لكن هنا يا جماعة بذور القطونة ما بتتفرمش، هي ما جيتي تفرميها ما بتتفرمش، هي كده كده مفتوحة يعني، واساسا انت ما بتسيبيهاش في الماء عشان ما تبقاش عجينة. لكن هي فيها حاجة، هي خطر خلي بالكم منها كويس جدا. بذور القطونة دي لازم تشرب في مية، علشان لو اتاكلت كده جافة فيها حاجة زي هوليوم كده، بينفش فجأة، يعني الغلاف اللي عليها بينفش فجأة، فممكن يقفل الزور عندك او فتحسي باختناق، يعني متلحقش حتى ان هي تنزل للمعدة عشان تقفلها. فمستحيل تتاكل نية، لازم تتبل في ميه. عشان لو اتاكلت نيه تمضغيها كويس جدا لو انت قادره لده، او تشربيها بقى في الميه مباشره كده. وعادي على فكره لو اتحولت مع المنتجات دي العجينه ما فيهاش مشكله، المهم ان هي ما تشربش نيه، ما تتاكلش نيه الا لو انت قادره على مضغها كويس جدا عشان ما تعملش هيليوم، فتعمل حاجه زي بالونه على الزور، فتضطر ان ايه تعمل لك انسداد في اختناق، فده خطر جدا. هي دي بذور القطون الحاجه الوحيده اللي فيها ايه
مش كويسة، بس نخلي بالنا وخلاص يعني. هي لكن هي كتخسيس كفوائد حلوة جدا جدا جدا. بالنسبة لحب الرشاد بقى، هنا الشكل واللون، لونها بني كده محمر وصغيرة جدا زي السمسم الأحمر. يعني هي حتى يمكن هو كل الحاجات شبيهة للسمسم، لكن هي أقل كمان من السمسم جدا، صغيرة جدا، ولونها كمان أحمر. دي غنية جدا جدا، فوائدها غنية بالحديد ومفيدة جدا للأنيميا، وبتقوي المناعة والعظم، وبتنظف الجسم من السموم. جميلة جميلة جميلة. بس الحاجة إذا زادت عن حدها يا جماعة بتتقلب ضدها. إذا حطيتي منها كمية زيادة بتحسي كده زي ريحة حرق كده او حاجة، يعني زي ما يكون فيها يعني حاجة زيادة كده في الخامة بتاعتها. سبحان الله، بتدي ريحة كده او طعم مش هيعجبك. فانت بتاخدي منها حاجة بسيطة جدا، ربع معلقة. يعني ربع معلقة لو هنعملها على الخليط ده بناخد ربع معلقة او يمكن اقل. انما هي جميلة جدا جدا. للتخسيس، بتزود معدل الحرق ويحسن الهضم. في الاستخدام ممكن بتتشرب منقوعة او بتتحط على الاكل كتوابل زي التوابل، يعني زي السمسم برضو، لان السمسم بيتحط على الاكل كده. اما بذور الشيا بقى يا جماعة، هنا الشكل بتاعها واللون هي صغيرة جدا. بالنسبة بقى لبذور الشيا، هنا الشكل بتاعها صغيرة جدا، لونها اسود او رمادي، منقط كده. يعني سبحان الله، شكلها يا اسود او رمادي فيها نقط بيضة كده. هي فيها نقط بيضة، هي مش يعني هي اسود كده على ابيض على رمادي، حاجة كده شكلها سبحان الله. فوائدها غنية جدا بالالياف، وفيها اوميجا 3، وبتمتص 10 اضعاف حجمها من المية، وبتتحول لجل بيشبع جدا، بتنظم السكر والكوليسترول حلوه جدا جدا. بذور الشيا دي فيها فوائد رهيبه رهيبه رهيبه. للتخسيس قويه جدا، في سد الشهيه وتطويل الشعر، سد الشهيه لفتره طويله جدا من الشبع، يعني بتشبع جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم ان بذور الشيا فيها الهيليوم، فبتخلوا بالكم جدا عشان ما تعملش بالونة في المعدة، فتعمل انسدادة بالونة في الزور او في الحنجرة، فتعمل انسدادة، فتعمل اختناق. فطبيعي لازم ناكلها تتمضغ كويس جدا لو انت قادرة على ده، او بلاش خالص تعمليها في مية او عصير او لبن لمدة ربع ساعة لحد ما تنتفخ وتتعمل جل وتتاكل. انا هقول لكم بقى على الوصفة السحرية السرية السريعة المميزة التحفة اللي ان شاء الله هتخسس. وانتظروا مني وصفات تانية كمان جميلة جدا عن تجربة على فكرة يا جماعة. طبعا يا جماعة، الحاجة اذا زادت عن حدها بتتقلب لضدها، فهناخد الحاجة بكميات بسيطة. واهم حاجة نشرب مية كتير مية كتير مية كتير. لو ما شربتيش مية كتير مخاطرها بتزيد عليكي، بتعمل تكتل في المعدة، فما فيش هضم، فانت هتتعبي ومش هتلاقي نتيجة من التخسيس، فترجعي تقولي ان هي ما فيهاش فوائد. لا، كل حاجة من اللي انا ذكرتها دي فيها فوائد كتيرة جدا، لكن اهم حاجة اشربي مية كتير جدا. اولا بذور القطونة، بذور الكتان لازم تتفرم زي ما قلت لك كده، من ضمن فوائدها. بذور الكتان لازم تتفرم كده زي ما حضرتك كده شايفه، عشان نقدر نعمل الخلطه بتاعتنا او الوصفه بتاعتنا بمنتهى السهوله. اما البذور التانية اللي هي الكتان وحب الرشاد وبذور الشيا ما بتتفرمش. انا جيت هنا افرم الكتان القطونه، انا عارفه ان هو ما بيتفرمش اصلا يعني، بس انا حاولت اثبت لكم او اوريكم. انا جيت هنا افرم حبوب القطونه، ما اتفرمتش، يعني فتفتت حتت كده صغيره، والباقي لا ما اتفرمش. دي السليمه ودي المفرومه اهي، هياها ما فرقتش. فانت هتستخدميها زي ما هي كده ما تتفرمش. فوائد بذور الكتان وبذور القطونه زي بعض، فانا الاستخدام هيكون ان انا هاخد من المفروم كميه كتير ومن اللي مش مفروم كميه اقل، او العكس مش هتفرق يعني. او تستخدمي دي مره، زي ما قلت لك انك تقدري تستخدمي كل حاجه من دي مره لوحدها، كل حاجه من دي في مره لوحدها. هبتدي زي ما قلت لك اخد معلقه من المفروم، واقدر اسيبها تتنقع شويه بس على ما تنفش، مجرد 10 دقايق او 15 دقيقه، وبعدين اشربها. واقدر اضيف عليها بقيه المكونات اللي قدامي. اخد مثلا ربع معلقه من دي او نص،
ومعلقة من بذور الشيا اللي فوائدها رهيبة وجبارة، يعني جميلة جدا. معلقة من بذور الشيا، يعني خدنا معلقة من بذور الكتان، معلقة من بذور الشيا، ونص معلقة من القطونة، وربع معلقة من حب الرشاد. نسيبها دلوقتي لمدة 15 دقيقة ل 20 دقيقة. بمجرد ما هتنفش، هي دلوقتي قدامكم اهي حبيبات سايله كده، هتنفش دلوقتي قدامكم، مش شايفين؟ مفيش بتقوم جايه عامله عجينه او كتله، والحاجات دي كلها بتدخل في المعجنات جميله جدا يا جماعه. في اي حاجه بتحطوها على الاكل مباشره، اي حاجه، بس هو الصحي والطبيعي ان هي تتحط في ميه كده عشان ما تعملش هيليوم في الزور، والصحي والطبيعي بتتاكل في زبادي او مع عصاير، والطبيعي ان هي تشرب وراها ميه كتير جدا. دي تتشرب كده الصبح على الريق. الوصفة التانية، وممكن تاخدي خل تفاح على فكرة، جميل جدا جدا في التخسيس الصبح على الريق برضو مع شوية مية دافين. الوصفة التانية من نفس البذور دي بتدخل في كل حاجة على فكرة، يعني لو انت حابة حاجة سهلة للأطفال. يعني معانا شوية حليب، وهنحط عليهم معلقتين كبار من بذور الكتان المصحون، ومعلقتين برضو من بذور الشيا الجميلة جدا دي، ومعلقة كبيرة من القطونة، ومعلقة صغيرة من حب الرشاد، وهندوبهم كده مع بعض. ولو حابين تحطوا سكر علشان تكون مطعمة للأطفال تمام، بس هي مش محبب، يعني مش مستحب يتحط عليها سكر يعني. هنضيف عليها بس معلقة جيلاتين، هنسخن الخليط ده مع بعضه بحيث انه يكون متماسك شوية مع الجيلاتين، والجيلاتين يتماسك معاه، وتدخل في صينية في التلاجة، وبعدين تتقطع مكعبات. احنا بنحاول ندوبها بحيث ان كل خليط يتماسك مع بعضه او يتجانس. اهي بتتقل قدامكم اهو، الجيلاتين بيعمل لها تقوية شوية. حابة تحطي معلقتين سكر حطي، مش حابة خلاص هو اللبن فيها كفاية جدا. يعني المكونات دي اللي هو كتان، قطونة، بذور الشيا، وحب الرشاد، مع شوية الحليب وشوية الجيلاتين بس، عشان هي اصلا كلها ماده متماسكه، يعني كل المواد دي متماسكه وكلها جيلاتينيه، بس احنا بنحط معلقه الجيلاتين كتقويه بحيث ان تكون المكعب اللي هيتاكل يكون صلب شويه اكتر، يعني بحيث ان هي ما تكونش دايبه او ناعمه. فهتسخني بقى الخليط ده كله مع بعض وتدوبيه كده، وبعدين تنزليه في صينيه ويدخل التلاجة، وتقطعيه بقى مكعبات. معانا الخليط اهو اللي هيتشرب الصبح على الريق في الميه الدافيه. وممكن زي ما قلت لكم برضو خلي التفاح في ميه فتره برضو الصبح على الريق. حاجات للتخسيس جميله جدا ومفيده جدا، والبذور دي خطيره جدا في التخسيس وحلوه، وزي ما ليها فوائد ليها اضرار. ونحذر ونخلي بالنا يا جماعه، وكتر الحاجه ازازات عندها بتتقلب لضدها، فنخلي بالنا ونقنن في يعني خير الامور الوسط. ما نزودش كميات زياده عن اللزوم، وما ناخدش على وقت كبير قوي، يعني ممكن في النص نهدي ونرجع تاني نكمل، بس نكون مع نظام الغذائي الكويس مع كمان الرياضه. طلعنا المكعبات اهي، عملنا اهي كمان عملنا من الفيديو ده كم وصفه كتير من البذور دي. عملنا وصفتين، وقلنا لكم كمان معلومات كتيره جدا. وما تنسوناش بلايك واشتراك وتعليق. شكرا، مع السلامه.